لو قلت لكم فعلا ان دي من اطعم التتبيلات اللي انا عملتها في فراخ مشويه هكون مش ببالغ خالص. بجد يا جماعه كانت مخليه الفراخ طريه جدا وجوسي كده ورهيبه. ريحتها كانت رهيبه. بصي، لازم تعملي سيف للوصفه دي لان هي مكوناتها بسيطه بس تحفه. هنا كالعاده كنت لسه مخرجاها من الفرن وكنت عايزه اوريكم ان هي بجد طريه وجوسي جدا، بس كانت سخنه وكنت بصور مش عارفه. بس جربيها بنفسك اتاكدي من كلامي، حلوه جدا. انا جبت بس فرخه واحده وعملت لها التتبيله الرهيبه دي. يلا بينا اعملي سيف. بصي يا ست الكل، انا الاول جبت ايه، معلقتين كبار من الصلصه، عليهم معلقه كبيره من الزبادي، وربع كوبايه من زيت الزيتون. زيت الزيتون مع المشويات رهيب. بهاراتك بقى كل معلقه صغيره من كل حاجه، فلفل اسود، بهارات، بابريكا مدخنه، ملح، توم باودر، كاري. جبت الفرخه غسلتها كويس وعملت فيها يعني فتحات كده، وبيتلك بقى التتبيله دي في الفراخ ليله كامله زي الفل. بصي، من كل الاتجاهات. جبت بقى الصينيه بتاعتي وحطيت فيها شرايح من كل حاجه. كان عندي خضار، بطاطس بقى، جزر، بصل، مشروم. دخلتها الفرن، استوت. على فكره الفرخه دي وزنها من كيلو 500 جرام او كيلو 800، دي كانت بالظبط كيلو 800. تمام، جبتهاش كبيره قوي. هنا بقى اللي انا بحطه ده ايه، عباره عن معلقتين كبار من المايونيز، عليهم معلقتين كبار من الزبادي، معلقه كبيره من العسل، معلقه كبيره من الثوم البودر. ادهني الصوص ده بعد ما بتطلع من الفرن وقولي بقى، خدي احلى طعم واحلى ريحه للفرخه. رهيبه ولمعه رهيبه وجوسي جدا. لو ما عندكيش بقى الصوص اللي احنا عملناه ده، عادي استبدليه عادي جدا باربع معالق كبار من الزبده، عليهم معلقتين كبار من الكاتشب، ومعلقه صغيره من الثوم الباودر. لازم تعملي سيف علشان هتعملي الوصفه دي، يعني هتعمليها. ولايك وشير للقناه. بالهنا والشفا مقدما. باي باي.